السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي جميعا إن شاء الله تعالى. اليوم غيكون اقتراح جديد ديال واحد العصير اللي تيجي رائع وتيجي زوين، تيجي خاطر ومنعش في هذا الصيف. راه ما تيبان لك غير هذا العصير تشربيه أو تصاوبيه، يعني تتكون فيه مواد بسيطة ولكن تيخرج واحد الكمية لا بأس بها. بالنسبة لهذا العصير تديروا فيه ليمونة وحامضة وجوج تفاحات وواحد وريقة ديال النعناع صافي، يعني مقادير بسيطة ولكن راه تيجي رائع جدا. تناخذ واحد، بالنسبة لهاد الحامضة هادي راه درتها في الكونجيلاتور حتى يبست شي شوية، يعني من الأحسن تكون متلجة. تنقطعوها. ليمونة كذلك تنقشروها، نحيدو من القشور ديالها، تنقطعوها حتى هي كذلك. وبالنسبه لداك التفاح حتى هو تنحيدو منو داك العظيمات اللي فيه، قطعنا حتى هو طريفات صغار، ورقه ديال النعناع. ها هو داك الفواكه من بعد ما قطعناها غنديروها في داك البول. بالنسبه لداك البرتقال اللي درت راه زدت واحده اخرى، لان داك البرتقال اللي قطعت لقيتها شويه ناشفه، زدت واحده اخرى صغيره. من بعد تناخذوا قطره ديال الماء يكون بارد بزاف، يكون مثلج، هو اللي تنطحنوا به داك الفواكه. صافي من بعد ما طحنا داك الفواكه تناخذوها تنصفيها بواحد الصفاي بهاد الطريقه هذه. من بعد ما صفينا داك العصير بالصفاي تناخذوه تنزيدو عليه واحد الساشي ديال الفاني، كذلك تنزيدو معاه واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده او على حسب الذوق. تنزيدو معاه واحد طانون ديال البنان، هو اللي تيعطيه مذاق زوين بزاف، لان البنان المذاق ديالو تيمشي مع الحوامض. من بعد تنطربو باش يذوب لنا داك السكر وينسجم داك الطانون مع العصير، وتنزيدو واحد لي كلاصون ديال الثلج تنزيدهم في العصير باش تيجي بارد مزيان تيجي منعش. صافي العصير ديالنا هو واجد. ها هو الشكل ديالو كيفاش تيجي خاطر. ها هو من بعد ما برد في الثلاجه مزيان، ها هو الشكل ديالو كيفاش تيجي. هاد العصير تيجي زوين بزاف وتيجي منعش وتعطي واحد الكميه لا باس بها، يعني راه ما عطانيش غير هاد الشيء، راه عطاني كاس كبير وكاس ديال هاد العصير وراه باقي في كاس واحد اخر. ولكن هاد العصير تيجي زوين وتيكون فيه واحد المذاق. بالنسبه لداك الطانون ديال البنان حتى هو عطاه مذاق زوين، وداك الفاني كذلك، وسيرتو ديك الوريقه ديال النعناع عطاتو واحد المذاق رائع جدا. الى عجبكم هاد العصير فعلوا الجرس فضلا وليس امرا، وان شاء الله تعالى نشوفكم مطر يكون زوين، وتنتمنى يلقاكم هذا العصير وتكونوا كلكم بخير وعلى خير. يلا بصحتكم ومع السلامه.